عليكم السلام ورحمة الله. مساء النور. مساء النور، أستاذ شريف، كيفك؟ إن شاء الله كيف طيب. الحال؟ أخبارك؟ تمام والله الحمد لله، منور. الله دائما ينور كذا نورك. معودنا على الطلة الجميلة في الويكند. تسلم يا غالي يا. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. صوتي و... واضح؟ هاي، لا الصوت واضح شديد. حلو تمام. لا واضح واضح تمام. منورين ومنورين كمان المتابعين الليلة كمان يعني دائما زي ما قلت لك، زي ما عودتنا على الطلة الجميلة في الويكند، دائما بقينا ننتظر اللي هو يوم الجمعة على أساس إنه ندخل ونشارك الإطلالة المسائية. تسلم يا آه غالي والله. تسلم الله كثير. يعافيك يا رب. الله يبارك ودائما فيك. دائما دائما معودنا على الإيجابيات، ودائما معودنا على كل يوم يعني ويكند نسمع اللي هو قصص من ناس أصلا مم. يعني فعليا بيكونوا من أي مكان، أي كان هو دولته اللي قاعد فيها، لكن القصص بتكون بتأثر فينا بشكل أو شكل آخر زي ما بيقولوا. أكيد. الليلة حنتكلم، يعني حيكون موضوع الويكند شنو بالضبط، ولا حيكون عام؟ ما في موضوع لا، محدد. ما في موضوع. الناس بتدخل، نحن بنعكس التجارب بتاعت الناس، القصص ايوه بتاعتها الحقيقية المروا بيها، سواء كانت كفاح، سواء كانت نجاح، سواء كانت خذلان. وإذا في ناس قدرت تتخطط الحاجة دي، بتعكس للناس كيف هي تخطط الحاجة دي. تمام تمام. انا حشارك بحاجه بسيطه جدا، انه انا من الناس اللي دائما ما بحب انه اكون يعني كموظف في يعني موظف في عمل او في كرهلتي اللي هو في التدرج الوظيفي. ما بحب دائما اكون تحت اداره، دائما بكون عندي، بحب اسوي الاون بزنس تبعي من عمري تقريبا حلو 18 حلو 19 جدا سنه. يعني. ايوه انا من قصة الناس اللي شخصية فيها تجربة بتاعت كفاح بتاعت نجاح. ايوه. حلو تمام. قبل ما تبدأ الحاجة دي بتنزل في السوشيال ميديا. اكيد ما في اي مانع. حلو. فانا من الناس اللي زي ما قلت لك، انه انا من عمري 17 18 سنه بديت أصلا. اللي هو يعني من عمر صغير جدا. بديت مم. كنت بشتغل، حتى كان باخذ من الوالد من الوالده، باخذ منهم راس مال بسيط جدا، مثلا امشي اشتري اللي هو كرتون بتاع بسكويت، مم. حاجات زي دي. احنا عندنا طبعا في جده، انا مواليد جده، مم. فعندنا في رمضان دائما الناس بتتلم في مناطق محدده، زي ليالي او تجمعات رمضانيه بنلعب فيها مثلا العاب زي، بقول لك الفرفيره دي لعبه بيلعبوها في الاحياء الشعبيه عندنا في المناطق في جده. عندنا زي البلياردو زمان، طبعا الفتره اللي كنا فيها دي ما كان في بلياردو، لا كان في الفرفيره وفي نشاطات تانية مختلفه. فانا كنت مم. بمشي اخذ من الوالد والوالده، يعني من بدايه، يعني انا احكي لك انه فكره بدت من انا صغير. فكنت بمشي اشيل من الوالده، بمشي اشتري من الدكان اللي هو كرتون بتاع بسكويت، كرتون مثلا. ليه وصلت لدرجه انه سويت مكان، يعني اخذت زي ما سبيس شاء الله صغير تبارك كده. الله. فكنت بمشي اشتري بطاطس من المحل بتاع الخضروات، وبجي اسويه، وبجي ابيعه للناس او الشباب اللي متجمعين في المكان. فطورت معي الفكره فعليا. بديت بعد ما خلصت الثانويه، بديت اللي هو كمان دراسه جامعيه، كان اخذت سكيلرشيب، طلعت فيها كوريا الجنوبيه. ما شاء الله. جيت راجع تاني، رجعت، مشيت مدينة الرياض واشتغلت فترة. برضو ما وقعت لي فكرة إنه أكون موظف في شركة أو أكون تحت إدارة. حاولت على قد ما أقدر، كان الموضوع متطلب اللي هو فعليا اللي هو رأس مال. ما قدرت إنه أقدر أوفر رأس المال. حاولت أكون شراكات مع ناس، هم يكون برأس المال وأنا أكون بالفكرة. فعليا ما لقيت الشيء ده إلا أنا أرجع جدة، رجعت جدة. حاليا الحمد لله أنا شغال اللي هو في شركة فعليا. الشركة دي هي يعني معي شريك، اللي هو الشريك هو بالمال وأنا فعليا بالفكرة. والحمد لله الشركة ما شاء باعتبارها الله. هي ستارت اب، وان شاء الله ان شاء الله توصل لمرحله انه نقدر نكون انه في السودان ونكون في دوله ثانيه ان شاء الله. ما شاء الله فدي تبارك الله. فكره انه اي واحد ما يعني فعليا احنا المدارس والجامعات ودي كلها المراحل بتعلمنا كيف نكون موظفين، لكن ما بتعلمنا فعليا انه كيف نكون انه اصحاب فكر او رواد اعمال فعليا. كل واحد فينا فعليا عنده القدره انه يكون مشروع، يكون عنده الاون بزنس، يكون هو عنده حريه ماليه في نفس الوقت، يقدر يكون وقته ملك له. ما شاء الزمن الله انا تبارك بشوف الله. انه الزمن او الحياه قصيره شديد.
مم. لازم الواحد ما يقضيها في انه يكون تحت مثلا وظيفه. انا ما بقول لاي زول امشي يسيب الوظيفه اللي انت فيها وامشي فكر في انه تسوي بزنس وتكون كده من غير وظيفه. لا، سوي بزنس، انجح، ثبت نفسك، اسحب على فعلا. الوظيفه، استمر في البزنس. دي الفكره. فده كل اللي داير اقوله، وموفقين ان شاء الله. والله يا آه أخي، أنا بحييك والله صراحة، إنه عندك عزيمة وعندك إصرار، وإنك أنت خدت حاجة في راسك الله وقدرت يسعدك يا تنفذها، رب. الله يسعدك وما يا رب. نجحت معاك المرة الأولى والمرة الثانية وصريت، وإن شاء الله يا أخي ربنا يوفقك في الشركة اللي أنت امين عاملها، امين امين استاذ شريف. ودائما وتكبر وتكبر نشرف، وتكبر. والله دائما نشرف انه يعني التيك توك، احنا دائما زمان كنا بنقول انه هو بس يعني مجرد انه تضييع وقت، لكن فيه فعليا فيه ناس عندهم مواضيع جدا هادفه. يعني واحد من القنوات او من المتابعين اللي عندي جدا اللي هو بيقدم شيء هادف، يا ريت انه يكون البرنامج ما يكون بس يختصر على تيك توك، لا يكون عندك تردد خاص اللي هو في إذا على التردد السوداني أو على التردد الخليجي أو أي كان على تردد، يكون اللي هو بس مباشر يومي، نص ساعة ساعة، صدقني حيكون حاجة جدا جميلة. بإذن الله تعالى ربنا يسهل إن شاء الله. وعندنا في اليوتيوب عندنا قناة، في الفيسبوك كمان، إن شاء الله يا أخي ربنا يسهل. الله والميل يسعدك يا بيبدأ رب. بخطوة. أكيد أكيد أكيد، تشرفت بك يا أستاذ شريف، تسلم شكرا يا لك. غالي الله والله، يسعدك يا رب. تسلم. تسلم سلام. كثير. الله يعافيك. شكرا لك، وحييك والله يا أخي على الشغل اللي أنت الله بتعمله ده. وإن يسعدك يا شاء رب. الله يا أخي أغلبية الشباب أو كلهم نقول إنه احذوا الحذو بتاعك إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. شكرا لك يا أستاذ شريف. تسلم الله يا غالي. يعافيك. شكرا لك.